مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. الحكومة تستعد لرفع سعر البوطة استكمالا للتمويل الدعم المباشر للأسر. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، علمت مصادر خاصة بأن المصالح الحكومية المعنية استكملت مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تخليص جزئي للدعم عن غاز البوتان، وذلك في إطار تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية في جزئه المتعلق بالإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، تنزيلا للقانون الإطار رقم 921 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإعلان رسمي عن التخليص الجزئي والتدريجي والمحدد زمنيا للدعم الموجه لقنينة غاز البوتان برسم سنة 2024، وذلك بما قدره 2.6 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان بنفيرة 3 كيلوغرام و10 دراهم لقنينة غاز البوتان بنفيرة 12 كيلوغرام. ويهدف هذا الإصلاح حسب المصادر نفسها إلى تصحيح منظومة الدعم الممنوح في شكله الحالي وتعويضه بنظام يتوفى النجاعة في توظيف الموارد المالية، وكذا استهداف مباشر للطبقات المستحقة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام يرتكز على التوظيف الأمثل للموارد المالية في تنزيل برامج اجتماعية على غرار تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. وكان رئيس الحكومة عزيز دفنوش قد أعلن خلال مناقشته الحصيلة المرحلية بالبرلمان أن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل الأوراق الملكية الكبرى للدولة الاجتماعية، موضحا أن ما زاد من 3.6 ملايين أسرة تستفيد إلى غاية نهاية أبريل الماضي من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، و4.2 ملايين أسرة من أمو التضامن. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.